الصيف بدأ ومشاكلك هتكتر. يا ترى هتعملي فيا ايه؟ يا باشا الام جي ولا هتعمل فيك ولا انت هتعمل فيها، طالما قطعه الغيار بتهتم بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. انت طلعت لي منين؟ وبعدين قطع غيار ايه اللي انا ما بهتمش بيها؟ ده انا ياما اشتريت قطع غيار، ده انا ما بطلعش جنيه من جيبي الا لما بشوف الكرتونه والاسم بعيني. لا ده انا عاجبك قوي. انا كمان عاجبك قوي عشان اعرف اطلع لك 3 كواليتي مختلف من نفس الكرتونه، عشان ببساطه شديده في قطع غيار كتير قوي ممكن تتقلد، انما فيتو ما بتتقلدش. يا ليله بيضه، واعرفها ازاي دي؟ في المتحده ام جي تقدر تعرف اي حاجه. هو الموتور اللي عمره 3000 كيلو زي الموتور اللي عمره 50000 كيلو؟ عندك حق، بس هما بيعملوا خصومات حلوه قوي. طب هو انت كنت تعرف سعر القطعه الحقيقي عشان تعرف يتعمل لك خصم ولا لا؟ لا. يعني انا لو رفعت في ثمن القطعه 20% وبعدين عملتهم لك خصم هتاخد بالك؟ لا طب انت عارف انت هتعمل ايه دلوقتي؟ برضه لا. هتشيك على الحاجات اللي ممكن تعمل لك قلق في الصيف، زي الريداتير وترمبة الميه والقربه، حتى التكييف بمشاكله المعروفه من كومبروسر لبلاور او مقاومه، كل ده محلول عندنا باذن الله. بس انا عربيتي ام جي 7 يعني موديل السنه. عندنا جميع قطع غيار موديلات ال 2025، ولما توصل ما تنساش تسال على شنطه الصيانه. طياره. استنى، رايح على فين؟ جاي لكم على المتحده. كده نزعل يا فندم، عشان حضرتك تشرفنا لازم يكون في حجز مسبق لحضرتك والالتزام بميعاد الصيانه دون استعجال، لان باختصار ليا عندك وقت، ليك عندي الجوده، عشان ببساطه المتحده ام جي الخبره تفرق.